مين فينا كان يتخيل ان سندريلا البنت اللي كنا بنسمع عنها في القصص والحواديت تتحول لشخصية شريرة، والنهاية ان هي ما اتجوزتش الامير وخلاص على كده، ولكن قدرت تنتقم من مرات ابوها وكل بناتها. وعلشان عارفك بتزهق من المقدمات، فبيبدأ الفيلم بتاعنا بظهور ارثر وهو بيجري من شوية رجالة على الحصان، وبيدخل لمراته وبيقول لها الحقيني بسرعة، الملك فاكرني انا حرامي وسرقت منه المجوهرات بتاعته، احنا لازم نمشي من هنا حالا. لكن هي بترد عليه وبتقول له هنمشي نروح فين؟ فبيقول لها اي مكان غير ان الملك يقدر يمسكني، وده لانه حاطط مكافأة للشخص اللي هيقدر يمسكني ويجيب له راسي. لكن الست الاصيلة دي بتطلع البندقية بتاعتها وبتقول له انت جيت في ملعبي، انا مشتاقة جدا للمكافأة دي، ممكن تطلع مجوهرات، وبتقدر تثبته لحد ما يجوا الناس اللي بيدوروا عليه وبياخدوه من البيت وبينفذوا العملية وبيودوا راسه للامير. وبعد كده بتروح لبنت ارثر واللي هي سندريلا، وبتروح لها وهي متأثرة جدا وبتقول لها ان رجالة الملك قتلوا ابوها، وده علشان هو سرق المجوهرات منه، وان هم كمان كانوا عاوزينها لكنها قدرت تبعدهم عنها، وده لان المجوهرات اللي هو كان سرقها كان جايبها لسندريلا. فبترد عليها سندريلا وتقول لها مين اللي سرق ده؟ انا ابويا مش حرامي، وانت عارفه البير وغطاه، ابويا مش ممكن يعمل كده، واكيد ان في حد ورا الموضوع. لكنها هي بتقول لها ان هم مسكوه متلبس والموضوع خلص خلاص بموته. وسندريلا بتنهار من العياط في الوقت ده، ولكن مرات ابوها بتقول لها ان هي المفروض دلوقتي ترد لها الجميل، فتقوم تمسح دموعها كده وتبدا ان هي تشتغل في البيت وتلمع البيت الاوض وكده، وكمان تعمل لها كوبايه شاي بلبن. وبنعرف في الوقت ده يا صاحبي ان هي اللي سرقت المجوهرات وشيلت الراجل المسكين ده الليله. وبتعدي 3 سنين بعد وفاه ابو سندريلا، وزي ما طبعا كلنا عارفين والقصه اللي اتهرست، بتشتغل خدامه عند مرات ابوها وبناتها اللي هم جوزفين وراشيل، وبتفضل تروق في البيت وهي بتغني مع العصافير. وبنات مرات ابوها كانوا دايما بيضايقوها، وطبعا لان هم بيغيروا منها علشان هي احلى منهم بمراحل كتير، وبيعملوا كل مصيبه ومصيبه وبيلبسوها لسندريلا. وبتيجي مرات ابوها العقربه وبتفضل تزعق لها وتضرب فيها. في نفس اليوم بالليل بتسمع سندريلا صوت بره البيت، وبتطلع علشان تشوف ايه اللي بره، وفجاه بيظهروا البنتين بناتها وبيبداوا ان هم يخضوها وبيقولوا لها ان ده العقاب بتاع امها، وبيفضلوا يضربوا فيها لحد ما بتيجي مرات ابوها وبتقول لهم كفايه كده، خلوا فيها نفس وصحه علشان تعرف تروق البيت. وبتفضل سندريلا تعيط طول الليل، وتاني يوم الصبح بتقول ليهم امهم ان الملك عامل حفله علشان الامير يختار عروسه، وبتقول لبناتها ان هي عاوزه الامير اول ما يشوفهم ينبهر بجمالهم، ويبداوا ان هم يركزوا على مظهرهم، وبيبداوا يقوموا بسرعه وبيدوروا على الفساتين اللي عندهم. والغريبه يا صاحبي ان هم كانوا واثقين في نفسهم جدا وبيحاولوا بكل الطرق علشان يدخلوا الفساتين فيهم، لدرجة ان الفساتين كانت هتفرقع. وبتطلع سندريلا لمرات ابوها وبتقول لها هو انا ممكن احضر معاكم الحفلة؟ فمرات ابوها قالت لها انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ وامشي من قدامي دلوقتي لاني ماليش مزاج ان انا اضربك دلوقتي، بس لو ما بطلتيش المخدرات اللي انت بتاخديها دي هضربك بالجزمة. انت مين يا بنتي علشان تحضري حفلة الامير؟ المهم يا صاحبي في تاني يوم بيجهزوا نفسيهم وكان شكلهم يقرف، وبتاخدهم امهم وبتروح بيهم الحفلة مشوهين حرفيا. وسندريلا يا عيني بتفضل قاعدة في البيت زعلانة لوحدها، وبتدخل الأوضة بتاعتها وبتفضل تعيط، وكانت عمالة تدعي وتقول إنها محتاجة مساعدة وإنها نفسها تحضر الحفلة وتحس بالإحساس بتاع باقي البنات. وبعد شوية بتقوم وبتروق البيت، وبتسمع صوت في البيت وبتتفاجئ بواحدة وراها وبتقول لها انت مش طلبتيني فانا جيتلك وجاية علشان احقق لك احلامك، ما تخافيش مني. وبتقول لها الامنية بتاعتك يا عزيزتي انا هحققها لك دلوقتي. وبتبدأ يا صاحبي ان هي تجيب لها واحد يفصل لها الفستان، وكمان واحد علشان يصفف لها شعرها، وبرضه واحد تاني علشان خاطر يعمل لها الجزمة الازاز المخصوص. وسندريلا كانت هتطير من الفرحة، ولما سألتها على العربية ام حصان اللي المفروض في القصة قالت لها يا بنتي انت فين؟ احنا في 2024، فانا جايبالك عربية كده كهرباء جامدة جدا، وكمان الباب بتاعها بيتفتح لفوق. في الوقت ده في الحفلة كان الامير مش طايق نفسه ومش لاقي ولا بنت حلوة في الحفلة، ومرات ابو سندريلا كانت هتطق من بناتها، وده لان هم كان همهم على بطنهم وبياكلوا الاكل بطريقة وحشية جدا. فحاولت راشيل ان هي تروح تغري الامير، لكنه حس انها واحدة رخيصة جدا وشقط، وبسرعة خلع منها وبيعرفه مساعد الملك على أميرة زيه، بس كانت تقريبا كده كورية وهو مش فاهمها ولا هي فاهماه. المهم قال هيسلي بيها نفسه كده ويرقص بيها في الحفلة علشان الباقي يخلع ويعوضها في حفلة جديدة، وكل اللي موجودين دول استحالة يجوها. لكن في آخر لحظة بتوصل سندريلا الحفلة، ومرات أبوها وبناتها كان هيجيلهم جلطة لما شافوها، وكانوا عاوزين يمسكوها يضربوها،
وبتجري عليها مرات ابوها وبتقول لمساعدة الامير انها الخدامة بتاعتها، لكن سندريلا بتنكر كلامها وبتدي المساعدة الدعوة بتاعتها وبتدخل الحفلة، وكانت مبسوطة جدا وكل الناس اللي كانوا متواجدين في الحفلة كانوا مبهورين بجمالها. ولما الامير شافها ساب الاميرة الكورية دي اللي كانت معاه وعلى طول راح وقف معاها وفضل يرقص معاها كتير وهو فرحان جدا بيها. وبعد كده بياخدها على جنب وبيصارحها وبيقول لها ان مفيش ولا واحدة في الحفلة نافعة وان هو كان خلاص فقد الامل، وبيفضل يعاكس فيها شوية وكمان بيبوس ايديها وبتشوف معاه الساعة وبتلاقيها داخلة على 12 وبتحاول ان هي تمشي، فبيقول لها اصبري بس 5 دقايق نرقصوا رقصة تاني، فهي بتقول له ان هي مش هتقدر وكانت خايفة جدا انها ترجع لطبيعتها من جديد، وده لان الجنية قالت لها كده. وبتجري البومة بتقول لبناتها ان هم يطيروا على البيت ويروحوا بسرعة للبيت ويقفلوا الباب وما يدخلوهاش. والامير بيطلع ورا سندريلا وبيتحايل عليها انها تقعد معاه وبيقول لها ان هي سحرته وان مفيش واحدة في الحفلة قلب مال ليها غيرك انتي، بس برضه ما كانش فيه اي فايدة، وبرضه بتمشي وبتسيب الحفلة وهي ماشية بتسيب فردة الجزمة بتاعتها كالعادة يعني زي ما احنا عارفين، وبترجع لطبيعتها وبترجع البيت بكيزة وزغلول ما بيرضوش يدخلوها وبتفضل بره البيت طول الليل. وتاني يوم الصبح جوزيف بتقفش اختها متلبسة مع بنات واللي بيكون شغال معاهم، وكانت عاوزة تطلب شرطة الاداب تيجي تاخدهم، فبتقول لها راشيل احنا هنعمل ديل مع بعضينا، وبتقول لها يا ست انا هحسبهولك ليلة وانا هاخد ليلة نمشي بعضينا كده عشان الدنيا تمشي، انت ما شفتيش الامير كان بيبص لنا ازاي امبارح؟ احمدي ربنا ان في حد بصلي. وبيقعدوا مع بعض وبيقول لهم ما تجيبوا سندريلا تقعد معانا، وبيفضلوا يضحكوا عليها وبيدخلوها البيت وبيفضلوا يضربوا فيها. وتاني يوم كانت سندريلا مش قادرة تقف على رجليها يا عيني، وكانت واخدة مجموعة من البراشيم وده علشان تخفف الألم بتاعها، وحالتها بتكون متبهدلة خالص. ولكن في لحظة بيشوفوا مساعد الأمير وهو جاي، فبتقول لهم أمهم إن هم ياخدوا سندريلا ويدخلوها جوه ويربطوها وما يخلوهاش تطلع. وبيجي مساعد الأمير بفردة الجزمة وبيقول لهم إن ده أمر من الأمير ولازم كل البنات يقيسوا الجزمة دي، علشان ساعة ما صاحبة الجزمة اختفت وهو قاعد في اوضته ومخنوق جدا ومكتئب وعاوز البنت صاحبة الجزمة دي. فبتحاول راشيل ان هي تقيس الجزمة بس كانت الجزمة مش راضية تخش في رجليها وما كانتش عايزة تدخل خالص، ولكنها كانت مصممة ان هي تدخل الجزمة ذو عافية هتخش. فامها قالت لمساعد الملك بص انا محضرة اكل حلو كده جوه، خش كلك لقمة لحد ما نشوف واحدة تلبس الجزمة منهم. وبيجي دور جوزيف بعد ما فقدت الامل وبتقول لها اقطعي حتة من الجزمة ودخليها في رجلك وما تبينهاش، ولو اتوجعت شوية معلش استحملي ولحد ما الامير بس يوافق. وفعلا الاتنين المطرطشين قطعوا حتة من الجزمة، ولكن المفاجأة ان الجزمة برضو ما دخلتش في رجليها. وبيجي مساعد الامير وبيشوفهم وبياخد منهم الجزمة وبيبدأ يزعق لهم بيقول لهم انتوا ايه مستهيفيني ولا ايه؟ ازاي تقطعوا الجزمة وهي امانة في رقبتي؟ وبعد كده بيسيبهم وبيمشي. وبتطلع مرات الاب لسندريلا وبتقول لها هتفضلي طول عمرك الخدامة بتاعتي، وبتوريها المجوهرات اللي هي سرقتها زمان من الملك، وبتقول لها ان هي اللي سرقتها وانها لبست الموضوع لابوها علشان تخلص منه. وبتفضل سندريلا تعيط طول الليل وبتنادي على الجنية، والجنية بتظهر لها فعلا وبتسمع الكلام وبتقول لها عايزة مني ايه تاني يا بنت؟ انا مش عملت لك اللي انت عاوزاه؟ مش كفاية فردة الجزمة اللي انت خدتيها وما رجعتهاش؟ فبتقول لها سندريلا على اللي بيحصل فيها وبتقول لها ان هي نفسها بجد ان تخلي مرات ابوها وبناتها يعانوا زي ما هي بتعاني، وان هي عايزة تنتقم منهم واحدة واحدة، وان هم في يوم من الايام هيكونوا سبب موتها. فبتقول لها الجنية بص يا بنتي، فبتقول لها الجنية طب انا معايا حل تاني. قالت لها ازاي؟ قالت لها خدي القناع ده، والقناع ده كان هو السبب في موت ابوكي، والقناع ده هيديكي قوة تقدري تتغلبي بيها على اي حد. فبتقول لها طب وبعد ما انتقم منهم واموتهم ازاي هرجع اعيش حياتي تاني؟ قالت لها امال انا لازمتي ايه؟ انا جنية ولا مش جنية قدامك يا بنتي؟ انت بس خلصي كل حاجة وانا هرجعك زي الاول واحسن. وبتقول لها البسيه وانت هتكوني واحدة تاني. ولما شافت بنين سكران وبيتطوح قالت لها ابدأي بده، ولانه واحد منهم وكان بيضربك وانت لازم تاخدي حقك منه. فبتبص عليه سندريلا وبعد كده بتبص لنفسها في المراية وبتكون زعلانة. وسألتها الجنية فيكي ايه تاني يا بنت؟ انا زعلانة لان الامير بيدور عليا وانا هنا محبوسة مش عارفة اطلع. فبتقول لها الجنية يا بنتي ما تتعبنيش معاكي، روحي بس خلصي الموضوع اللي في ايدك دلوقتي وبعد كده نشوف الموضوع بتاع الامير، وان مرات ابوكي وبناتها دول التلاتة عبارة عن شر ماشي على الارض. اطلعي وخلصي في البداية كده على بنين والبسي القناع لان القناع ده هيديكي قوة تقتلي اي حد ما بيحبكيش. عاوزاكي كده تكوني ذكية وانت بتتعاملي. وبتطلع لبنين وبتضربه، بس كان في نفس الوقت ايديها رقيقة جدا ومش قادرة ان هي تضربه، وتحس ان القناع كان فيه حاجة. اما بنين بيمسكها وبيشيل منها القناع وبيعرف ان هي بياخد جزء من شعرها، لكن سندريلا بتلبس القناع تاني وبنشوف ان القناع
بدأ ينور، وفعلا هنا القناع بقى يديها القوة بتاعتها، ومسكت بنين اديته علقة ما خدهاش حرامي شباشب في جامع، وكانت في ثانية الا ثانية خلصت على بنين. وريا وسكينة بقى كانوا قاعدين جوه البيت، والاتنين بيكونوا مبسوطين جدا وبيحتفلوا ان هم خلاص قربوا يخلصوا من سندريلا. لكن راشيل بتشوف خيال حد بيجري بره، لكن اختها التانية كان همها على الكيكة، وقعت منهم والاتنين قعدوا ياكلوها من على الارض. ولما قامت ووقفت لقت ان لسه الشخص واقف قدام الشباك والخيال بتاعه ما اتحركش، فقررت ان هي تاخد السكينة بتاعتها وتطلع بره. في الوقت ده كان بتستدرجها سندريلا وبتطلعها وبتتوهها في حتة بعيدة علشان تنتقم منها. ولما راحت لحتة بعيدة ابتدت سندريلا تهجم عليها وهي لابسة الماسك وتضرب فيها، وراشيل كانت قاعدة وخايفة جدا لانها مش فاهمة ايه اللي بيحصل. وبعد كده بتقول لها ان انت ممكن تخلصي على اي حد تاني غيري، اختاري امي او اختي او ممكن سندريلا كمان. لكن سندريلا بتتضايق في الوقت ده وبتقدر تخلص عليها. وبنروح لتاني يوم وبتكون سندريلا نايمة وايديها كان باين عليها المصيبة اللي هي عملتها، والتانية بتدخل الأوضة علشان تشوف اختها وتصحيها، وبتشوف عيون اختها اللي موجودة على المخدة وبتصرخ، وامها بتدخل عليها، والاتنين بيتصدموا من المنظر وبيطلعوا يدوروا على راشيل، وفعلا بيقدروا ان هم يلاقوها ولكن وهي ميتة. وبتقرر امها ان هي تعرف ايه السبب، وبتدور على الراجل اللي كان السبب في قتل ابو سندريلا زمان. والجنية بتظهر لسندريلا من جديد وبتقول لها ان مرات ابوها بتدور على واحد اسمه هوجن، وبتعرفها ان ده شرير جدا ولو قفشها مش هيرحمها، وعلشان كده لازم تخلص من التانية ومن مرات ابوها بسرعة. وانا مش عارف الجنية دي ايه بالظبط. المهم يا صاحبي هوجن بيروح يشوف راشيل وبيقول لامها ان اللي عمل كده راجل قوي جدا، وبيطمنها وبيقول لها ان هو هيجيبه لها. وبالليل هوجن بيقول لكاسرين ان هو عاوز يوريها حاجة، وبيطلعها من البيت وبيسيبوا جوزفين لوحدها. وبتقعد جوزفين وهي فرحانة، وده لان يا صديقي امها الحرباية سرقت الجزمة من الامير وكانت عاوزاه يتجوز بنتها باي طريقة، وعلشان كده هتفصل جزمة نفس الجزمة. بس سندريلا مش بتخليها تحتفل لانها بتدور عليها علشان خاطر تقتلها، وبتنزل لها وبتفضل تضرب فيها لحد ما بتخلص عليها، وده من خلال فردة الجزمة اللي هم سرقوها من الامير. وهوجن بيوري كاسرين بنينه وهو ميت، وبتشوف في ايده شعر سندريلا وبتعرف ان هي، وبتجري بسرعة على البيت وبتتصدم من المنظر اللي بتشوفه لان بنتها التانية برضو اتقضى عليها. وبيطلعوا علشان يدوروا على سندريلا واللي بتظهر ورا هوجن وبتضربه، بس هو بيقدر يتعامل معاها وبتجري، ولكنها وهي بتجري بيضربها طلقة في رجليها، وبينزل لها وبيضربها طلقة تاني في كتفها، وبيقرب عليها وبيقلعها القناع وبيقول لها ان القناع ده قتل بيه ابوها زمان، وبيعرفها ان مرات ابوها هي اللي كانت امراه يعمل كده مش الامير. فشدت منه السكينة وضربته بيها، وبتقول له كده ان هي اخذت حق ابوها. تطلع وبتلبس القناع علشان تستعد للراس الكبيرة كاسرين، وبتتفاجئ كاسرين ان المجوهرات اتسرقت منها، فبتتجن كاسرين وبتقول لها كاسرين ان هي غلطانة علشان خلتها تعيش معاهم. لكن سندريلا بتقول لها ان البيت ده بيت ابوها وهي سرقته وقتلته، وبتقول لها ان انا مش سندريلا بتاعت زمان، انا ما بقتش بريئة ورقيقة زي ما القصص بتقول عني. فكاسرين بتبدا ان هي تضربها، ولكن في الوقت ده سندريلا بتاخد منها البندقية وبتقول لها مع السلامة انت بقى، تبي سلمي لي على بناتك واهم حاجة ابويا. لكنها بتتفاجئ ان البندقية بتطلع فاضية، وبتقول لها سوري يا طنط ما كانش قصدي، وبتسيب البندقية وبتجري. وفي الوقت ده بتضربها بالسكينة في كتفها، ولكن سندريلا بتكمل وبتطلع على بره، وبيكون وراها كاسرين وبتديها واحدة هيت شوت زي بابجي بالطاسة. لكن سندريلا اتضايقت بعزم قوي قدرت تخلص عليها وضيعت طفولة سندريلا البريئة. تاني يوم بتفوق وبتلاقي نفسها بلبس نضيف وفي أوضة نضيفة، وبيدخل عليها مساعد الأمير وبيطمن عليها. ولما بتسأله أنا جيت هنا ازاي، قال لها إن المحقق لقاها محبوسة في أوضتها ومضروبة، وبيقول لها للأسف مرات أبوكي وبناتها تعيش انتي. وبتفرح سندريلا بس بتمثل إنها زعلانة علشان ما حدش يشك فيها. ولما بتطلع وتشوف المحققة بنلاقيها الجنية، وبتفهم سندريلا بالوعد اللي وعدته لها بيه الجنية، وبتقول لها إن هوجن هو اللي قتل مرات أبوها وبنات، وكمان كان عاوز يقتلها ويسرق المجوهرات. وبتديها الجزمة من تاني، والأمير بيلبسها لها وبيلاقيها مقاسها وبيطلب منها الجواز، والاتنين بيتجوزوا. وبكده بيكون خلص الفيلم. لو عجبك الفيلم يا صاحبي ادعمني بلايك واشترك معايا في القناة وفعل زر التنبيهات، دي حاجة صغيرة منك ولكن هتفرق معايا انا بشكل كبير، يمكن انزل فيديو بعد كده يعجبك. انا معاكم اداء فويس اوفر محمود مسعود من قناة افلامجي، واشوفكم على خير في فيديو قادم. سلام.